اهلا بكم في قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل العيش البيتي بطريقه سهله جدا. يعمله في الطاسه وعلى الفحم، يعمله بطريقتين: طريقه في الطاسه على البوتاجاز وطريقه على الفحم. يعني الطريقتين سهلين ونتيجتهم احسن من بعض. يا ريت تتابع الفيديو للاخر عشان تعرفوا الخطوات الصح. يعني العيش ناجح جدا وممتاز. اول حاجه نبدا بسم الله، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. دي كوبايه ميه دافيه، يعني وده كيس خميره. يعني نحط كوبايه ميه دافيه وعليهم كيس خميره، او تحطي معلقه كبيره هرميه مليانه، يعني معلقه كبيره او كيس. ودي نص معلقه صغيره سكر. يعني مقاس الكوبايه اللي انا مستعملاها 250 ملي. بعد كده نضيف 4 كوبايات دقيق، يعني 4 كوبايات دقيق انا نخلهم الاول. يعني الطريقه دي ممتازه جدا وهتعجبكم ان شاء الله. بعد كده نضيف معلقه صغيره ملح. الملح نضيفه على الدقيق، ما نضيفوش على الخميره. بعد كده نبدأ نعجن. يعني الطريقة دي ممتازة جدا ونتيجتها ممتازة، يعني العيش حق نجح معاكي. دي برضو كوباية مية، يعني كوباية مية دافية. اهم حاجة تكون المية دافية، يعني نعجن بيها بالتدريج. اهم حاجة ان احنا نعجن العجينة كويس. يعني نحط المية واحدة واحدة، نحط المية واحدة واحدة ونعجن في العجينة نملكها. يعني اهم حاجة في العيش ان هو يحب ايه، انك انت تملكي العجينة كويس، يعني تعجنيها كويس عشان يبقى لها عرق. يعني كل ما تملكيها كويس وتعجنيها كويس، كل ما العيش تبقى نتيجته احسن. يعني كده خدنا كوباية الا ربع. يعني الاول حطينا كوباية مية دافية، والكوباية التانية خدنا منها كوباية الا ربع مية. يعني احنا كده استخدمنا كوبايتين الا ربع مية. بعد كده نضيف معلقة كبيرة زيت. دي يعني معلقة الزيت دي يعني بتطري العجينة، تخليها ناعمة، يعني بتخلي العيش طري. يعني معلقة واحدة بس، ما تزوديش عن معلقة. اهم حاجة العجينة تملكيها ايه كويس عشان العيش يطلع ممتاز. بس بعد كده نغطيها ونسيبها ايه ساعة الا ربع تخمر. يعني لو في الشتا تاخد ساعة الا ربع، في الصيف تاخد نص ساعة او اقل من نص ساعة. هنا بعد ما خمرت، يعني خدت ساعة الا ربع كانت خمرانة. اهم حاجة تغطيها. هنا دي الصينية اللي انا بترحل عليها دقيق، يعني ارش عليها شوية دقيق كده رش. بس عشان ايه؟ عشان نقطع عليها العيش. دول شوية مية، شوية مية عاديين من الحنفية كده، واحط عليهم معلقة كبيرة زيت. بعد كده نقطع العيش، يعني نقطع القطعة على حسب ما انتوا عاوزين، يعني ممكن كبيرة ممكن صغيرة. انا عاملاها صغيرة. بعد كده نبلتنا في المية اللي عملناها بالزيت دي، وندهنه بيها الوش بتاع الرغيف من فوق. يعني ندهنه الوش من فوق، نخلوه من فوق، والناحية اللي احنا قاطعينها دي تبقى من تحت. بس. وبعد كده بعد ما نخلصهم قطيح كده نسيبهم
يعني هيكونوا ارتاحوا معانا. يعني تبدأ ايه نفردهم، تبدأ باللي قطعناهم الاول. يعني اللي قطعناهم الاول هم هتبدأي بيهم نفردهم، بس ايه ترشي رشة بسيطة خالص من الدقيق على الرغيف كده، رش خالص بسيطة من الدقيق. بعد كده نفرده كده بالشبه، بس ما نجيبوش للاخر يعني. يعني ما نوسعوش الرغيف جامد عشان هو حتة صغيرة، لو هي الحتة كبيرة توسعيه اكتر من كده. بس وبعد كده نحطها على الصينية تاني. يعني الطريقة دي ناجحة جدا. نعملهم كلهم كده بنفس الطريقة، نفردهم كده فردة بسيطة بالنشابة. بس بعد ما نخلصهم كده نغطوهم ونسيبوهم ايه، نسيبوهم نص ساعة تاني يخمروا. يعني تسيبيهم بعد ما تخلصيهم فرد كده، تغطيهم، يعني غطيهم بقماشة يعني. وبعد كده تسيبيهم نص ساعة يخمروا تاني قبل ما تشتغلي تسوية فيهم. يعني هنا دي مصفى، دي العين الصغيرة في البوتاجاز، اللي هي متوسطة، اللي هي لا كبيرة ولا صغيرة. ولعها ونحط شوية فحم، يعني كام فحماية كده، ونحطهم ونسيبهم لحد ما يولعوا كده. ودي برضو نفس العين، هي العين المتوسطة الصغيرة، نحط عليها الطاسة، نسيب الصينية تسخن جامد. اهم حاجة تسخن الصينية، سخنيها كويس. يعني ما تحطيش فيها غير لما تتأكد ان هي سخنة. وبعد كده ناخده اول رغيف كده ونحطه فيها، نحطه فيها الشمع يعني اول ما يشمع من تحت تقلبيه على طول. بس وبعد كده تقلبيه مرة تاني. بعد كده دي هنا الفحم بعد ما استوى، يعني انا وطيت النار، يعني ما تطفيش على النار، لو طفيت النار الفحم هيطفي. تهدي النار خالص، تخلي النار واطية خالص. وبعد كده تحطي العيش على الشبكة، حطي العيش على الشبكة هيرفع على طول معاكي، فهيستوي على الهوج بتاع الفحم. يعني العيش هيستوي على الهوج بتاع الفحم. يعني الطريقة دي ممتازة جدا، والعيش بتاعها طعمه ممتاز وناجح جدا يعني افضل من اللي تعمليه في الطاسة. هنا برضو هسوي في الطاسة برضو اول واخر، يعني شمحته. يعني في الطاسة هنا لما انت تسويه في الطاسة، يعني قلبيه مرتين 3 أو 4 مرات. يعني قلبيه مرتين ما رفعش معاكي، قلبيه تالت مرة، في الرابع مرة هتلاقيه رفع معاكي. يعني لازم تقلبيه 4 مرات. يعني انا كده قلبته رابع مرة، دي رابع مرة بس رفع على طول. يعني لو انت عايز تعمليه في الطاسة اول واخر، يعني وفي الطاسة برضو ممتاز يعني. بس وبعد كده الدقيق اللي اتحرق ده تمسحيه بالمنديل. يعني تمسحيه بالمنديل على طول اول باول، ما تخليش، يعني ما تحطيش عليه واحد تاني وهو في الصينية كده. بس هنا اول ما يشمع على طول تقلبي على طول الناحية التانية. يعني بالراحة، ما تخليش بتاع، لو سطت فيه واتفتح مش هيرضى ينفخ معاكي كده ويجب يعني. يعني بالراحة عشان ما يتسطش. لو اتفتح منك سديه بمعلقة او بخشبة هتلاقيه رفع معاكي. يعني لو اتفتحت منك حتة، سدي الحتة اللي اتفتحت دي اللي البخار بيطلع منها، دوس عليها بمعلقة كده هتلاقيه الرغيف ايه رفع معاكي على طول. يعني دي طريقة ممتازة جدا. يعني انا هنا بشمعه في الطاسة من ناحيتين، وبعد كده بحطه ايه
يستوي على البخار، على الهوج قصدي، يستوي على الهوج بتاع الفحم. يعني اللي على الفحم ده ممتاز جدا والله العظيم. يعني ممكن تحطي بالاربعة، ممكن تحطي بالتلاتة، مش هياخدوا وقت معاكي. هنا حطيت واحد تاني بسويه في الطاسة اول واخر. يعني ممكن تعملي الطريقة دي والطريقة دي، الطريقتين برضو كويسين. يعني العيش ده والله العيش ده افضل من العيش بتاع بره. يعني العيش ده الحته اللي احنا قاطعينها صغيره، يعني حته العجين اللي احنا صغيره قاطعينها كده قد رغيفين من اللي هتجيبيه من بره. يعني العيش ده لو سبتيه مثلا بالساعتين وبالتلاتة من غير ما تحطيه في كيس ولا تغطيه هتلاقيه طري زي ما هو. غير بتاع بره لو سبتيه نص ساعه من غير كيس او تغطيه بحاجه هتلاقيه ناشف، يعني طري وممتاز جدا. يعني اول ما تحطيه على الشبكة على الفحم بيرفع معاك على طول. يعني ما تخليش الفحم في الصينية، يعني ما تكتريش فحم كتير عشان ما يبقاش الهوش كتير ويتحرق منك. يعني شوية فحم قليلين كده زي اللي انا حطاهم، على اساس الهوش ما يبقاش كتير ويروح يحرق الرغيف يتحرق. يعني هما كام في 5 6 فحمات كده بس. اهم حاجه ما تطفيش النار، لو طفيت النار الفحم هيطفي. تخلي الفحم النار بس موطيه النار، تخلي النار على نار هاديه خالص، توطيها خالص وتسيبيها لحد ما تخلصي. وبعد ما تخلصي تطفي عليه وتسيبيه، فهو هيطفي وحده، وبعد كده تتخلصي منه. يعني طريقه ناجحه وسهله، مفيهاش اي صعوبه. يعني انت عايزه تعملي عيش، ممكن نفس الطريقه دي. بعد ما تشمعي العيش في الطاسه، بعد ما تشمعيه في الطاسة ممكن تحطيه تولعي الفرن بتاع المنتجات، تسخنيها وتحطيه في الفرن. هيرفع معاكي في الفرن يطلع ممتاز جدا. هيطلع معاكي في الفرن يعني هيديكي اللون نفس اللون بتاع بره بالظبط. لو انتي شمعتيه في الطاسة كده وحطيتيه في الفرن بتاعة المنتجات. بس انا ما عنديش فرن منتجات، كنت حطيت لكم فيه. يعني عنديش فرن منتجات بس عندي فرن خبيز، فانا قلت اعمله يعني الطريقة دي اللي ما عندوش فرن يعني. يعني ده سويته في الطاسة. يعني انا كنت بسوي في طاسة واحد، وهنا بحط هنا، يعني بعمل هنا وهنا. يعني طالع ممتاز مش اي كلام. بس بعد ما خلصت يعني نص كيلو، يعني 4 كوبايات دقيق، عمل لي كمية كويسة. لو انت هتعملي كيلو دقيق يعني تحطي كيسين خميرة وتحطي معلقة، او تحطي معلقتين كبار. كيلو الدقيق ياخد مع كيسين خميرة او ياخد معلقتين كبار خميرة. يعني الضعف لو انت هتعملي كيلو الضعف المقادير اللي انا عاملاها دي. يعني 4 كوبايات دقيق دول نص كيلو، نص كيلو دقيق. يعني طالع عيش فوق الممتاز بصراحة، مش عايزة اي كلام. بس يعني ده اللي عملناه في الصينية. يعني ده اللي سويناه في الصينية اول واخر، يعني طالع ممتاز جدا. يعني طري. رغم ان احنا عاملينها على المنتجات والله افضل من بتاع بره. وهذا اللي احنا سويناه، ده اللي سويناه على الهوج بتاع الفحم. يعني اللي سويناه على الهوج بتاع الفحم ممتاز جدا جدا جدا. يعني الطعم بتاعه يعجبك
على الآخر لو جربتوه. يا رب الفيديو يعجبكم. شكرا على المشاهدة.